في الفيديو ده هاكلمك عن أسلوب نفسي خطير جدًا، ممكن يخلّي حد يتلاعب بيك ويسيطر عليك وعلى أفكارك بشكل كامل وأنت ما تبقاش فاهم أنت واقع في إيه بالضبط. بس قبل ما أبدأ أنا نرمين هيكل ودي قناة لاحظ وعي، لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. يالّا بينا نبدأ. تخيل كده معايا إن في حد ممكن يتحكم في دماغك وقراراتك من غير حتى ما تقدر تمنعه أو حتى تفكر هو بيعمل كده إزاي، والحقيقة إن الطريقة اللي هيتحكم فيها بيك لا سحر ولا شعوذة، مجرد شوية أساليب كده. بيسموها في علم النفس علم النفس المظلم. علم النفس المظلم هي الطريقة اللي بدرس فيها سلوكياتك بس مش علشان خاطر أقدر أساعدك، علشان أقدر أتحكم فيك وأعرف أستغلك. والحقيقة إنك لو بصيت حواليك كده هتلاقي نماذج كتير جدا من المتلاعبين، ويمكن أشهر النماذج اللي كانت موجودة وواضحة جدًا ويمكن كانت تجسّد علم النفس المظلم شخصية ماجد اللي كانت موجودة في أولاد الشمس، المسلسل اللي اتعرض في رمضان اللي فات، وطريقة سيطرته وخصوصًا على عبيد وهو دارس سيكولوجيته ونقط ضعفه اللي كان دايمًا بيلعب عليها. والحقيقة إن علم النفس المظلم ليه أساليب كتير جدًا هنتناقش فيهم واحدة واحدة كده. أول أسلوب في أساليب علم النفس المظلم الgaslighting أو التلاعب بالعقل، عن طريق إن الشخص يوهمك إن في حاجات موجودة وأنت تكون مش شايفها، أو حاجات مش موجودة وأنت تكون متأكد إنها موجودة. والحقيقة إن الطريقة دي يمكن مش منتشرة أوي في الوطن العربي، ولو إن ليها أمثلة بس إحنا مش هينفع نتكلم عنها. الأسلوب ده تحديدًا لمّا تلاقي نفسك مع شريك مخلّيك طول الوقت شاكك في تصرفاتك، لازم تبتدي وتتكلم مع حد أمين عليك، والحقيقة لازم تُقف مع نفسك وقفة كده علشان ما تبقاش عُرضة أو فريسة للصورة دي من التلاعب. في أسلوب تاني أعتقد إنه أكثر انتشارًا في الوطن العربي أو في مصر، وهو الlove bombing. الشخص اللي طول الوقت بيضخ إليك حُب طول الوقت من غير أسباب، طول الوقت بيهتم، طول الوقت بيسأل، طول الوقت حواليك، طول الوقت محاصرك، طول الوقت محاوطك. دايمًا بيوعدك بجنة على الأرض، وأول ما تبتدي تتعلق بيه يبتدي يسحب اهتمامه مرة واحدة. الجانب النفسي في الموضوع ده ومشكلته اللي مخك بيبتدي يربطه هو شخصيًا بالمكافأة، ويبتدي يرفع الدوبامين لما يكون موجود، وبينسحب فجأة بتدخل بقى في دوامة التعلق والإدمان حرفيًا. أسلوب تاني اسمه الخوف والمكافأة. أزرع في نفسك الخوف بشكل كبير جدًا، وبعدين أنا اللي أوجد لك مخرج. حد طول الوقت بيزرع في نفسك التهديد والخوف من الآخرين، وتقريبًا طول الوقت بيحاول يحسسك إن هو الأمان والملاذ الوحيد، وبما إن مخك أول حاجة بيدوّر عليها النجاة، أوتوماتيك هيستسلم لفكرة إن هو أداة النجاة أو المركب النجاة الآمن الوحيدة اللي ممكن تنقذه، حتى لو كان هو أكتر حد بيأذيك. لما حد طول الوقت بيأذيك وأول ما تواجهه يقول لك صدقني العالم برّه أصعب بكتير، لو سِبتني عمرك ما هتلاقي حد بيحبك قدّي، أو عمرك ما هتلاقي حد بيهتم بيك قدّي. بيننا مشاكل بسيطة بس ممكن تتحل، لكن صدّقني عمرك ما هتلاقي الدرجة دي من الاهتمام عند أي حد تاني غيري. دي بعض أمثلة من علم النفس المظلم اللي الآخرين بيسيطروا علينا بيها. والحقيقة أوقات كتير جدًا بتلاقي الناس حتى لو هي مش فاهمة هي بتعمل إيه، بيسيطروا عليك بالطريقة دي، لإن التجربة أثبتت لهم إنهم عرفوا يسيطروا على الآخرين بنفس الحال. إحنا بقى بنُقع بسهولة ليه؟ أوقات كتير جدًا احتياجنا للحب بيخلّينا نُقع بسهولة، أوقات كتير خوفنا من الوحدة بيخلّينا نُقع بسهولة، أوقات كتير كُرهنا للشعور، إحساس بالرفض بيخلّينا نُقع بسهولة. كلّها نُقط ضعف بشرية بتخلّي الإنسان سهل يتأثّر باللي بيلعب على الأوتار. والحقيقة اللي قُلته النهارده مش عشان أخوّفك أبدًا من الناس، بالعكس المعرفة قوة. لو فهمت أصلًا إزاي بيتلاعبوا بيك مش هتدّي فرصة لحد يتلاعب بيك، وساعتها بس هتعرف إزاي تحمي نَفْسك. وفي الآخر لا كل كلمة حُب حُب، لا كل اللي بيخاف عليك قصده مصلحتك. اللي فاهم دماغك هيعرف يقودك، إلا إذا أنت عرفت تمسك البحث. اشترك في القناة علشان المرة الجاية نكشف مع بعض أساليب أعمق، زي مثلًا إزاي بيزرعوا الفكرة جواك من غير ما تحس. أنا نرمين هيكل ودي قناة لاحظ وعي. لو وصلت للجزء ده من الفيديو أتمنى تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب لو عجبك المحتوى، وما ننساش إن شاء الله نبقى مع بعض كل خميس بفيديو طويل. بكم دمتم في رعاية الله.